بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم غادي نقدم لكم وصفة جديدة على قناة سويت هوم فود، اللي هي وصفة تورتة الكريب المالح. المقادير كتبتها باللغة العربية باش تكون واضحة للأخوات اللي غادي يلتحقوا بنا إن شاء الله على قناتي. وان شاء الله غادي ندوزو للمقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 2 البيضات، نص لتر من الحليب، 6 ديال المعالق ديال الدقيق الابيض الفرينه، وجوج ديال المعالق من الزبده اللي ذوبناها دايبه، والقليل من الابزار او الفلفل الاسود، والقليل من الملح. وهذا الشيء كامل اللي غادي نحتاجوه. الكريب ديال المالح غادي نخلطوه في الخلاط الكهربائي. اما بالنسبه للحشو الاخواتي، غادي نحتاجو 7 ديال الوحدات من الساندويتش، الجبن المبشور 100 غرام، 500 غرام من الفلفل الاحمر، 300 غرام من الكفته او اللحم المفروم، شويه ديال المعكنوس والقزبور، والقليل جوج ديال فصوص من الثوم، والقليل من زيت الطهي، شويه القليل من الفلفل الاسود، والقليل من الملح. وفي الخلاط غادي نبداو نديرو الكريب ديالنا، اللي غادي نديرو نصف لتر من الحليب، وجوج معالق من الزبده المذابه. غادي نديرو بيضتان، وغادي نديرو ايضا 6 معالق من الدقيق. المعالق تكون عامرة، يعني ما تكونش مملوءة باللغة العربية. القليل من الملح، القليل من الفلفل الاسود او الابزار. وكنخلطوا هذا الشيء الكريب ديالنا وكنخليوه على جنب يرتاح واحد 10 ديال الدقائق. وغادي ندوزو للحشو اللي قلت لكم. غادي نحتاجو فيه 300 ديال الغرام من الكفته. انا درت 100 غرام على حسب الاشخاص. اخواتي ممكن تضيفوا الكميه اكبر. ودرت فصين من الثوم، القليل من الابزار، القليل من الملح، وهرست فصين من الثوم ايضا. كنسم الكفته ديالي وكنخلط الكل وكنخليها جانبا باش تنسم ليا شويه. غادي نديرو في المقله، نديرو شويه ديال الزيت، وغادي نديرو الفلفل ديالنا احمر، غادي نضيفو عليه القليل من الابزار والقليل من الملح طبعا، وغادي نخليوه يتشوح. في هذا الاثناء اخواتي يكون الكريب ديالنا ارتاح، وغادي نطيبو الكريب ديالنا. خاص الكريب ديالنا يكون شويه رقيق، ما يكونش غليظ، يكون متوسط. كنقلبوها على جوج ديال الجهات، خاص دائما نطيبو على جوج ديال الجهات. في هذا الاثناء كنطيبو ايضا الكفته ديالنا اللي درناها في المقلاة بدون زيت، مستعملناش الزيت. والفلفل ديالنا ايضا شوحناه مزيان في المقله. هو الكريب ديالنا اخواتي من نجهزو، هي الكفته ديالنا والفلفل الاحمر والجبن ايضا حطيناه. وهذا المول ديالي انا كبير، بحجم الكبير ولكن من النوع الجيد. نتوما كديروا لكم الاختيار. انا درتها على شكل تورته، هي كتجي اصلا على شكل تورته باش كيجي الشكل ديالها ومع المذاق ديالها كتجي رائعه جدا في المذاق وفي الشكل. المهم كندوزو كنعمرو الكريب ديالنا وكنعمروهم بالكفته. مثلا كديروا 6 ديال المعالق او 5، او على حسب العماره اللي بغينا، واش بغيناها عامره بزاف واش بغيناها متوسطه اخواتي. وكنسرحوها مزيان. كنزيدوا القليل من الجبن الاحمر المبشور اللي قلت لكم 100 غرام، انا استعملت هنا 100 غرام مبشوره. نتوما لكم الاختيار، ديروا تشيدر، ديروا اي نوع من الاجبان. كندير واحد الطبقه ديال الكريب ثانيه، وكندير الفلفل ديالي الاحمر. الفلفل الاحمر اخواتي كتجي لذيذه جدا، كيلذذها بواحد الطريقه، يعني كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر، تقولوا لي يعني المذاق ديالها كيجيكم، كيجي رائع جدا. كنديروا الساندويش، الجبن ديال الساندويش عذرا، وكنديروا وحده من الكريب ديالنا. وهكذا كنتمشاو اخواتي حتى كنساليو الكريب ديالنا وكندخلوه للفرن لمده 10 دقائق. ما خاصوش يفوت 10 دقائق، غير كيذوب لينا داك الفرماج اللي درناه. وفي هذا الاثناء انا خليت وحده من الكريب وغادي نزينها بالخس. مادام انه الخس رخيص موجود في اي بيت، ارتأيت انه نديرو
باش نديرو مقادير بساط وفي نفس الوقت انه نبرعو راسنا. جبت اخواتي الجبن ديال الدهن، العادي اللي كندهنوا لوليداتنا في الكوتاي، وفي عادي الجبن كيري او اي جبن. كنقطعوا يعني عوض ما كنحتاجوا الاعواد، كندهنوا بالجبن ديال الدهن، كيجي احسن. وفي هذا الاثناء خليت عاود واحد الجبن ديال الساندويتش، ودرتو ايضا في الكريب، في واحد الكريب، ولويتها بهذيك الطريقه، وكنقطع يعني دوائر متساويه باش كنزينو بها الكريب ديالنا على الوجه. ها هي اخواتي كما قلت لكم ما كنحتاجوش الاعواد باش كنثبتو، لحقاش ثبتنا بالفرماج ديال الجبن ديال الدهن كما قلت لكم اخواتي. وفي الاخير ها هي الشكل ديال تورته الكريب او مقبل الكريب ديالنا المالح بالكفته او اللحم المفروم. كنتمنى الاعجاب ديالكم، وكنتمنى منكم ديروا لي جيم وسبسكرايب او اشتراك او ابوني او تعليق على قناتي سويت هوم فود، وخليت لكم راحة البال، ومع السلامة.